ساعات بنحتاج ان احنا نقرا حاجات عشان نفهم نفسنا اكتر. من ضمن الكتب اللي بتفهمنا عن نفسنا كويس قوي هو كتاب الرجال من المريخ والنساء من زهرة. الكتاب ده بيتكلم عن الفروق بين الرجال والنساء وبيوضح حاجات تخلي الخلافات بين الجنسين تقل. وفي ناس بتقول خلاص مش لازم تاخد الكتاب ده وتقراه كأنه دي صفات الرجالة ودي صفات الستات، لكن ممكن تدور على نفسك في الكتاب فتفهم نفسك اكتر، حتى كمرأة انك تلاقي في نفسك صفة من الصفات الرجولية او الرجل يلاقي في نفسه صفة من الصفات اللي المفروض عامة بتبقى ناحية الستات، وده لا يقلل من رجولته لكن طبيعته مختلفة. واحدة من الفروقات اللي بين الاتنين اللي ممكن تؤدي لمشاكل هي هما محتاجين ايه لما يكونوا في مشكلة. فاوقات كتير لو الست مثلا، لو راجل بيشتكي، الراجل بيقول له انا كنت على كوبري 6 اكتوبر في الساعه 2 الظهر عطلت بيا العربيه فوق الكوبري، ممكن يكون الحديث بين الراجلين هيتم كالتالي ان واحد قال المشكله دي فالتاني يقول له لو حصل معاك كده تاني يبقى خد الكارت ده مثلا بتاع طوارئ، خد النمره دي بتاع طوارئ طرق، او يبقى لو سمعت الصوت الفلاني يبقى ده دبرياج او دي سير مروحه او اي حاجه، فهيحللوا المشكله بطريقه عمليه جدا والاثنين هيبقوا مبسوطين قوي. لو ست بتشتكي لست نفس المشكله دي بالظبط، بتقول لها اسكتي انا كنت راكبه تاكسي مثلا الساعه 2 الظهر فوق كوبري 6 اكتوبر في عز الحر عطل بيا، لو قلت لها يا حرام ده بالنسبه للست هيبقى كفايه. المشكله انه لما راجل وست بيحكوا مع بعض، الست لو حكت حاجه زي كده، اي حاجه بتشتكي من الولاد، بتشتكي من صاحبتها، بتشتكي من اي حاجه من مذاكرتها، الراجل على طول يتطوع انه يدي حلول عمليه، فست تتخنق والراجل يبقى مش فاهم هي مخنوقه ليه، ما انت حكيتي مشكله وانا جبت لك الحل، ليه مش عايزه تلجئي له؟ الفكره ان هي كانت عايزه تعاطف قبل حلول، هي عايزه حد يحس بيها، حد يقول لها يا ده انت ليكي حق قوي تتضايقي، ده انت ليكي حق تتوجعي، ده اللي عملته معاكي فعلا كان بايخ قوي، هي على طول يقول لها اقطعي علاقتك بيها، كنت رديتي عليها قلتي لها كذا. هي بتتخنق وهو مش بيفهم هي متضايقه ليه، وهي نفسها ساعات من غير ما تقرا الكتاب ده مش بتفهم طب انا متضايقه ليه فعلا، ما انا اشتكيت، هو بيقول لي حل عملي، هو ايه اللي مضايقني؟ اللي مضايقها ان هي كانت عايزه تعاطف قبل الحل العملي، ويمكن هي عندها حلول بس كان نفسها حد يحس بيها. فعشان لما نقرا الكتب دي حاجه جميله انه الواحد بيعرف بالظبط التاني اللي قدامه بيتوقع ايه فيقدم له اللي بيتوقعه. بس الكتب دي قد ما ممكن تعمل حاجات ايجابيه جدا يكون ليها اثار سلبيه جدا، انه كل واحد يقتنع انه دي طبيعتي ومش هتتغير واللي قدامي لازم يقبلني بالطريقه دي وهو اللي لازم يفهم. فالستات تحس ان الراجل كان لازم يفهم ان انا عايزه تعاطف، وراجل يقول ما الست كانت لازم تفهم ان انا بديلها حلول عمليه من كتر ما بحبها. هي الكتب دي الهدف منها ان انا افهم نفسي وبعدين اتحرك ناحيه الاخر. يعني لو لقيت ان جوزي بيشتكي لي المشكله اعرف ان هو مش عايز تعاطف، هو عايز يمكن حل عملي او عايزني اسمعه بس. والست نفس الحكايه، لو هي اللي بتشتكي الراجل يسمعها ويتعاطف معاها، مش لازم يقدم لها حلول.